إذا كنت من عشاق المنتخب الوطني الجزائري لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. تهجم صحفي الجزائري محمد الوضاحي العامل في قنوات بي إن سبورت على لاعب المنتخب الجزائري إسلام سليماني بعد إهانة هذا الأخير لأحد الصحفيين في مطار واري بومدين. وكتب الوضاحي على حسابه في الفيسبوك: لاعبان متأهلان لكأس العالم ويحضران الدفاع عن اللقب، لا هول لا صحافة لا ميكروفونات في أفواههم، لاعبان غير متأهلين وجاء من أجل خوض وديتين بلا طعم ولا لون ولا رائحة، هجوم إعلامي وجيش عرمرم في انتظارهما في المطار، أين الخلل؟ ولم الوضاحي أيضاً الصحافة الجزائرية في منشور آخر حيث قال: مقرفة ومقززة ومهينة ومذلة، تلك المشاهد التي تتكرر إما في المطار أو في المؤتمرات الصحفية للمدرب الوطني. متى تفهم وسائل الإعلام أن وصول لاعبين للمشاركة في معسكر لمنتخب بلادهم ليس حدثاً يتطلب انتظارهم وإزعاجهم وغلق الطريق عليهم في المطار؟ ومتى تفهم أيضاً أن مباراتين وديتين يتيمتين دون هدف لا تستدعي كل هذا الهول؟ ومتى يتوقفون عن هذه العادة السيئة برمي 20 ميكروفون في وجه شخص يمشي ويريدون إرغامه على الحديث؟ اللا حدث يبقى لا حدث حتى لو نفخته. احشموا شوية وديروا قيمة لأرواحكم. أما الجانب الآخر فالحديث عنه ذو شجون، مدربا ولاعبين.